ابراهيم نور الدين حكم ماتش امبارح. هيقول لك مش هتكلم في الفنيات. مش هتكلم. انت داخل ليه طيب؟ يا كابتن ابراهيم. مساء الخير يا كباتن، ازي حضراتكم؟ الله يخليك يا كابتن ابراهيم. بنتمتع بيكم من نقدكم البناء المحترم، وانتوا اخواتنا الكبار واحنا عمرنا ما بنزعل منكم، انتوا زي ما بتشيدوا وزي ما بتنتقدوا وفي كلتا الحالتين احنا بنتعلم منكم. ايه اخبارك؟ انت اخبارك ايه؟ والله زي الفل. انت تمام؟ بص يا كابتن كيمو، انا بلوم عليك في حاجه بس. انا يعني لسه خارج من التحليل الفني ومتجه للنادي عشان اتمرن. انا سمعت حضرتك بتقول يعني عجبني كلمه جدا لما قلت انتوا النجوم زي الكابتن شادي والكابتن سامي وكل لاعبين الكره السابقين قادرين لما لهم من خبرات في الملعب ومرت عليهم كل الظروف دي ان هم يقدروا يقيموا فنيا. تمام. لكن اتفق معاك تماما ان في بعض الالعاب اللي هي محتاجه نص القانون، عايزه حكم. يجيبوا على التليفون. احنا عايزين يا كابتن ابراهيم، احنا خليه بس يكمل. خليه يكمل. لا انا عايز بس سوري المقاطعه ده، احنا عايزين نحميك انت. بص احنا هنتكلم واحد اكلم مين دلوقتي؟ لا احنا كلنا مع بعض. يا كابتن ابراهيم انا معاك شاشين يا كابتن ابراهيم. طبعا ازيك يا كابتن. لا ده احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقول مش عايزين الناس تطلع تحلل لانه بيشوف بكاميرا مره واثنين وثلاثه والحكم ما بيقدرش يعمل كده في الملعب. عايزين يا كابتن سامي نضرب مثال بس ما بين الحكم وما بين اللعيب. بمعنى احنا في لعيبه عندنا في الدوري الممتاز لعيبه كبيره وبتلعب منتخبات، اذا كانت في مصر او لعيبه محترفه اللي بتلعب معانا هنا في الانديه المصريه ومنورانا. بيجي لهم انفرادات يا كابتن كريم والجون فاضي وبيضيعوها، وفرق بتخسر وفرق بتتعادل، ركلات جزاء للعيبه بتاخد ملايين وبتتمرن عليها مرارا وتكرارا وبيضيعوها. انا الحاله اللي بتجيلي اللي مصر قامت ما قعدتش عليها امبارح، جات لي وليدة اللحظه وفي الاخر رحنا اللعيب جبناه عشان خاطر نقول له الكره دي جت في ايده ولا ما جاتش في ايده، وفي الاخر الضفه اتقلبت الناحيه الثانيه ان ابراهيم صح عشان خاطر اللعيب طلع. طب على فكره احنا قلنا ضربه جزاء على طول ساعتها بين الشوطين امبارح. يا كابتن شادي. ايوه كابتن ابراهيم. لو حضرتك لعيب محترم وطلعت وقلت انها جت في ايدك، ماذا سوف يحدث لو اللعيب ده طلع قال الكره ما لمستش ايدي؟ هتقلب الدنيا طبعا. اقول لك على حاجه. هل ده يرضي ربنا يا كابتن سامي الشيشيني؟ انت مش سالتني من وجهه نظر انا بقى، ده اللي انا الحكم قاضي. احنا اتعلمنا كده، السياسيين هارونا الثلاث سنين اللي فاتوا قال لك لا تعليق على احكام القضاء. ما الحكم قاضي بيغلط هنا وهنا وهنا، بس في اخطاء كتير السنه دي، ده وارد. لازم حاجه اسمها توحيد القرار، والكابتن عصام انا متذكر كويس جدا لازم تشتغل على توحيد القرار. لما اشوف لعبه في ماتش الشرقيه واسوان اشوفها في الاهلي يعني تتحسب هنا ولازم تتحسب هنا وتتحسب هنا. ده اللي انا بلوم عليه التحكيم، توحيد. لا اما قرارات الحكام ما ينفعش اللغط اللي شغال ده والاستوديوهات التحليليه ورؤساء الانديه. كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر ولعبت كتير جدا ومر عليك كتير جدا حالات انت نفسك عملت اخطاء ما اتحسبتش عليك وعملت اخطاء وهميه اتحسبت عليك، وهي دي الكوره ومتعتها طالما ما فيش خطا متعمد. وانتوا تتفقوا معايا ان كل حكام مصر ناس محترمه، عمر ما في حد هيتحمد انه يحسب حاجه غلط على حد. لان انا يهمني ان انا اطلع نجم ومباراه، والنجوميه دي هتجيلك لما انت تبقى محايد واللي تشوفه تحسبه. انا امبارح 6-7 ساعات لحد ما الكابتن مدحت شلبي جاب السبق دوت وجاب اللعيب المحترم مدافع نادي المقاصه طلع قال لك الكوره جت في ايدي. انا بسال سؤال، لو الراجل ده قال لك لا، او رئيس نادي ضغط عليه قال له ما تقولش او ما تدخلش، بلاش هو اللعيب هيكذب، خلي لعيبتنا كلها محترمه، ولو حاجه حصلت مع دوت هتقول. لو رئيس نادي منعه، في رؤساء انديه بتمنع لعيبه من التصريحات، كنت هفضل انا في الجدل ده ونص مصر زعلانه ان انا حسبت ركله جزاء وهميه وكل السوشيال ميديا شغاله على التحكيم. انت تقصد ايه يعني؟ عايز تقصد ايه؟ ما اللعيبه ما تطلعش تقول لا اقصد ان انا اتحطيت في موقع اتهام امبارح، والتحكيم المصري ما اتحط في موقع اتهام، وان احنا حسبنا حاجه وفرقه كذبت بخطا واحنا ما عندناش اخطاء. وبعدين حتى لو عندنا اخطاء، لو شفت اخطاء اللاعبين، يعني انا لو حسبت فاول او انذار او لعبه او كورنر غلط، شوفوا اللعيبه غلطت كام. مالهاش دعوه يا كابتن ابراهيم، مالهاش علاقه. بص انا ماليش دعوه بقى، يعني احنا بنتكلم في كل الاخطاء، لكن انت كحكم حضرتك في شغلك مالكش دعوه بقى باخطاء اللعيبه واخطاء المدربين. مش عشان انا اخطات انا اعلامي مثلا اخطات اقول اصل بص ده اخطا لا بص يا كابتن كريم، لازم كل واحد يركز في شغله. بص يا كابتن كريم، ويحاول يقلل اخطائه. برافو عليك. صح؟ انا بحاول اقلل اخطائي. الحكم الكويس اللي بيبقى اقل اخطاء
الحكم الكويس اللي هو بيبقى له اخطاء. تمام. لكن ما فيش ماتش اتلعب ولا هيتلعب ولا حتى لو ملاك من السماء نزل حكم هيشوف كل حاجه. ده انت القرار. كابتن ابراهيم انا عندي سؤال مهم جدا عشان اللغط ده كله. انت الماتش الاهم في الدوري المصري امبارح جايبين اهم مخرجين واهم كاميرات، ما قدرتش تطلع لعبه انها صح ولا غلط. كلامك صح، كلامك صح. يبقى انت عايز تحاسب حكم وانت ما عندكش الكاميرات اللي تحدد دي صح ولا غلط. عايزين نرتقي بمستوانا برضه الفني. طيب وعايزين الكرة بتاعت حسين الشحات دي انت يعني سوري ما تزعلش كده، مش كنت يعني حتى لو ما حسبتش ضربة جزاء لحسين الشحات الانذار، هو الراجل ما مثلش، الراجل اتخبط فعلا ولا انت ما خدتش بالك؟ بص يا كابتن كريم، الكلام تليفونيا مش هينفع. انا عارف يبقى فيها صوره عشان تتشرح. وانا ان شاء الله النهارده الساعه 12 بالليل على الهوا هنجيب كل الالعاب دي، مع اننا احنا ممنوعين، بس الحاجات اللي عملت جدل وعملت عام الشعب المصري كله ساب كل حاجه دلوقتي، بنتكلم في ركله الجزاء وفاول واوت. فاحنا هنطلع نقول الكلام ده. احنا خدنا اذن من مجلس اتحاد الكوره مشكورا، هنطلع نقول للناس كل حاجه واحنا شفنا ايه وحسبنا ايه، واللي احنا هنقوله انتوا شوفوه. طيب بعد كده اخر حاجه عشان لازم نطلع على اذان العصر. اخر حاجه بقى اخر حاجه ضربه الجزاء اللي هي الاولى، احنا بنقول ضربه جزاء صحيحه وشفناها وكل حاجه، بس المساعد هو اللي قال لك صح؟ هقول الكلام ده بالليل في السماعه. كابتن ابراهيم انت قلته مع الكابتن مجدي عبد الغني الصبح، انت هتعمل نصيحه. لا هقول يا كابتن شادي ايوه مش قلته الصبح؟ ايوه قلت يعني انت مش عايز تقوله لي انا كابتن ابراهيم؟ لا انا لا كريم حبيبي انت عارف انا اللي خدت القرار يا كابتن شادي، وانا بتحمل. ايوه بس انت الزاويه بتاعتك لا انت قلت زمان الصبح مساعد اللي قال لك في لا كانت واضحه، ما كانتش صعبه لان ظهر اللعيب ليا، فكلت ايديه بالنسبه لي زاويه الرؤيه واضحه. يعني انت خدت القرار من نفسك، المساعد ما قالكش ضربه جزاء او الحمد لله. ودي ثالث ركله جزاء السنه دي احسبها بنفس الشكل ده. حسبت واحده الشرقيه واسوان بنفس الشكل ده، وحسبت واحده المقصه والمصري للمقصه بعد طرد حماده صلبه بنفس الشكل ده، ودي الثالثه. ففي ثلاثه بس كانت الكاميرات وزوايا الرؤيه بتاعت الكاميرا كانت افضل من امبارح. وانا على فكره ببحث دي مفاجاه ان شاء الله نعملها، ببحث على مصور شفته في التحليل النهارده حاطط كاميرا على ستاند عند الرايه اللي كان راحت الكورنر. انا قعدت برضه افكر نفس التفكير بتاعي، قلت انا عايز اشوف المصور ده اللي معاه اللقطه. لو وصلنا ليه يا كابتن كريم دي هتبقى بس ممكن ما يكونش صور، هو حاطط الكاميرا بس ممكن ما يكونش صور. فيديو، دي كاميرا فيديو. طيب هنشوف مين المصور يا جماعه. هو نداء من اذاعه الشباب والرياضه استاد كوره اف ام، المصور اللي كان واقف عند الكورنر يجيب لنا اللقطه دي بالفيديو، اللي هو كان هو الوحيد اللي صور بشكل كويس. كل سنه وانتم طيبين، وانا ما اطولش عليكم، وبشكركم جدا على سندتكم للتحكيم، وبالتوفيق دايما، وبنتعلم منكم يا كابتن. كابتن ابراهيم نور الدين حكمنا الدولي المميز اللي حكم ماتش الاهلي والمقصه امبارح، كان معانا على التليفون. الراديو 90 هواها مصر. انا معايا على التليفون كابتن ابراهيم نور الدين حكم المباراه. يا كابتن ابراهيم صباح الفل. صباح الخير يا استاذ ابراهيم، على حضرتك وعلى الساده المستمعين وعلى الشعب المصري اجمع. اخبارك ايه؟ مداخلتك مهمه جدا، والحقيقه كلامك برضو مهم، واديتك حقك من الانصاف ان انا اعمل ده مش من على فكره خالص، بس ده الطبيعي، لانه اذا كنا بنتكلم برضو على التحكيم، واذا كنا بنتكلم على انه احيانا التحكيم بيخطئ، فبرضو احنا كمان احيانا ممكن الامور ما تخدمناش، ممكن الاخراج ما يخدمناش بالشكل الكافي. عايز اخد تعقيبك وتعليقك على المباراه من الامس حتى الان، بما فيها اعتراضات الانديه، بما فيها اعتراض نادي الزمالك على استمرارك في الدوري كحكم للمباريات. اتفضل يا كابتن ابراهيم. بداية أنا بشكر الكابتن مجدي عبد الغني عشان خاطر هو قائد مجلس الإدارة. حضرتك طبعا عارف إن إحنا ممنوعين من مجلس إدارة الاتحاد في تحدث الإعلام. هو اداني النهارده إذن إن أنا أتكلم عشان خاطر أنا أوضح وجهة نظري للرأي العام. ده أنا ما عنديش وجهة نظر فنية، لأن إحنا الاتحاد الدولي مانع إن إحنا نتكلم في الفنيات، لكن إحنا نتكلم خاصة كمان إن بعد ما طلع محمود وحيد المحترم لاعب نادي المقصة وطلع قال إن الكورة لمست إيدي، فما عندناش خلاص وجهه نظر يا الاجل في الجزائر لا خلاص الموضوع منتهي تم حسمه. لكن احنا نتكلم استاذ ابراهيم وانت حضرتك من العالمين،
التحكيم والناس المحترمه. الله يعزك. وزي ما هو محمود وحيد كان عنده الشجاعه، انت حضرتك برضه عندك الشجاعه ان انت ترجع لي حق. انا بشكرك على الشجاعه اللي حضرتك بتقولها لنا دلوقتي. احنا لما يبقى عندنا اخطاء احنا بنتعلم من السجلات التحليليه المحترمه اللي غير مغرضه واللي ما بتصفيش حسابات مع حد، وهم قادرين ان هم يشرحوا للناس لما لديهم من خبرات تدلل بدون صوره ان الكره دي لمست يد ولا مش لمست، وبيحوروا الحقائق وبيغيروها. انا بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله في موافقه مجلس اداره الاتحاد ان هطلع في الاعلام، ولو هطلع معاك انت اول واحد. ده شرف لينا كابتن، ده شرف لينا. نتكلم في كل التفاصيل وهنتكلم في حاجات مهمه جدا في الناس اللي بتهرب من مسؤولياتها كمسؤولين في الانديه وبيدخلوا نفسهم في اللي يعنيهم في اللي ما لا يعنيهمش عشان خاطر يبداوا يشوشروا، عشان خاطر الناس ما تشوفش اخطائهم وما تشوفش يعني فشلهم اللي جابوه علينا كحكام. واحنا على صح، احنا صح، احنا 99 ولا 100 مليون امبارح في مصر ولا 95 مليون في مصر كلهم ما شافوش اللي شفتها. وبعد ما انا شفتها وكل الناس هجمتني لقيت كده يا كابتن ابراهيم هو اللي جاب لي حقي. ماذا وانت حضرتك من شويه قلت شجاعه قلما تحدث في كره القدم. صحيح. والعيد ده طلع ثالث كره ما جاتش في ايدي. ابراهيم نور الدين كان هيبقى غلطان؟ كنت هتبقى غلطان. ابراهيم نور الدين حسب اللي رضى ربنا واللي شافه. طيب الرياضي ما قصر والكلام ده حضرتك تجيبه في برنامجك في نفس الفتره حسبت ركله الجزاء اختي دي بس الكاميرات ساعدتني جابتها لان انا سرحنا بالمقص. ايوه الكاميرات ما جابتنيش. طب بدل ما انتوا تلوموا علينا اعملوا عقد للساده المخرجين وزودوا عدد الكاميرات. عندك حق، واخد بالك؟ عندك حق. فبدل ما تيجي تلوموا على الحكام اللي بتحسب صح لوموا على نفسكم انتوا في البدايه كاعلاميين يا استاذ ابراهيم. وقتوا الكاميرات عشان خاطر تشوفوا احنا شفناها ولا ما شفناش. انا بتفق معاك ان الاخطاء في اخطاء التحكيم، لكن انا بختلف مع حضرتك او بزود مع عليك كلمه ان اخطاء كل الناس استفادت منها، لا الاخطاء غير متعمده. يعني غير ان كل الانديه استفادت منها الاخطاء غير متعمده. ماشي، ما انا قلت لا انا قلت ان هي غير متعمده. لا انا قلت ان هي غير متعمده، وبدليل ان هي غير متعمده ان كل الانديه استفادت منها. ما هي لو متعمده يبقى هيستفيد مجموعه منها بس يا كابتن ابراهيم، ما ده الطبيعي يعني. واحنا بنحكي انت تجيب لي كاميرا خلفيه وكاميرا جانبيه، كان 50 كاميرا امبارح ومفيش ولا كاميرا طلعت اللقطه اللي انا شفتها. طب معلش يا كابتن ابراهيم، انا عايز اسالك سؤال. انا عارف والله يا كابتن ابراهيم، انا عارف، انا بس عايز اسالك سؤال. انت حضرتك صفرت لانه برضو الكاميرات ما خدمتناش، صفرت بناء على اشاره من الحكم المساعد صح كده؟ بص احنا ما بندخلش في فنيات، انا ما بندخلش في فنيات، يعني احنا نتكلم في فنيات، بس انا هرد على حضرتك السؤال ده عشان خاطر ما ادخلش زميلي في جمله مفيده. انا اللي خدت القرار. بس تمام، بشكرك شكرا جزيلا على الشغل. والناس اللي بتقول لك والناس اللي بتتكلم حضرتك شفت امبارح تقول اتاخرنا او مش عارف مين كان معاك في الاستوديو اتاخر في الصفاره انت حضرتك بتلعب كوره. انا وانا جاي بسرعتي الصفاره تبقى في بقي ولا في ايدي؟ يعني ما هو انت اول لما توصل للكوره خلاص انت في بقك الصفاره. ما هو انت لما بتقرب قوي من المنطقه انا بقول لك تجيب على الشاشه في الكوره في الثانيه كام في الثانيه كام. انا صفرت في الثانيه وجزء من الثانيه، يعني ما تدخلش في الثانيه الثانيه وانا المفروض اجيب الصفاره في ايدي ولا في بقي. اول ما بتوصل للمنطقه بتاعت الاحتكاكات دي وبنتكلم بقى في ايه؟ الصفار متاخر، احنا صفرنا على الخطا سليم ولا غير سليم؟ نستعمل التحيه ولا نستعمل النقد؟ وده اللي هو مطلوب. وانا بشكر حضرتك وصباح الفل عليك، وان شاء الله باذن الله نظبط مع بعض. عندي بس سؤال. ليه التحكيم من وجهه نظرك، انا مش هتكلم في امور فنيه، ليه التحكيم من وجهه نظرك السنه دي مثار انتقاد كبير واحنا لسه يمكن في الجوله ال 13؟ بمنتهى البساطه وحضرتك عارف الكلام ده. احنا كشعب مصري بعيد عن الرياضه كمان ما بنحبش نواجه وما بنحبش نتحمل المسؤوليه. اي محمود وحيد محترم وعمل حاجه نادره انها تحصل واعترف